انا جيت. مساء الفل عليكم. معاكم النهارده في حلقه جديده من مغامرات الاكسل العجيبه، ومعانا النهارده الداله اللي تحسها مخبر شغال في سريه تامه، كاونت افس. بص كده معايا، تعال. جدول بسيط، شويه طلاب، شويه اقسام، وحبه نجاحات وانهيارات دراسيه. بص كاونت افس هتعمل ايه. المعادله مكتوبه هنا للتوضيح، بس احنا هنكتبها مع بعض تاني. هقول له بيساوي، واقول له كاونت، هيطلع لي كاونت افس، تك عليها مرتين تتحدد لي المعادله معايا. تعال نشتغلها بالطريقه دي. هيقول لي اول حاجه عايز كريتيريا رينج 1، يعني الرينج بتاع الشرط الاولاني. فانا هقول له الرينج بتاع الشرط الاولاني اهو، وبعدين الشرط الاولاني اللي انا هبدا اعد عليه ايه، هقول له انا عايزك تعد لي العلوم. بعد كده هيقول لي كريتيريا رينج 2، المجال بتاع الشرط الثاني فين، هقول له اهو. طب الشرط الثاني اللي انا هبدا اعد الخلايا بناء عليه، هقول له عد لي باللي مقبول، وهدوس له انتر، هيطلع لي 2. طب تعالى نتاكد. انا قلت له اول حاجه الشرط الاولاني بتاعي ان القسم يبقى علوم، فانا عندي هنا الخلايا اللي مكتوب فيها علوم 3، ادي واحد والثاني وادي الثالث. وقلت له الشرط الثاني بتاعي ان النتيجه تبقى مقبول، فهيبص قصاد علوم النتيجة اللي مقبول لقاهم 2، ادي 1 و2، فرجع لي للقيمة 2. طيب لو المعادلة صعبة نعيدها تاني. طالما قول السؤال تاني. هقول له بيساوي كاونت، ويطلع لي المعادلة بالمنظر قدامي دوت كاونت افس. انا مش حابب ان انا اكتبها على طريقة ان هي تبقى سطر، ممكن افتح البوكس بتاع المعادلة من علامة الاف اكس اللي هتظهر هنا دي. مسافة ما هتك عليها هيظهر لي البوكس بتاع المعادلة. طيب زي ما اتعاملنا كريتيريا رينج 1 اقول له موجود عندي هنا. طيب الشرط الاولاني بتاعي هو علوم، كريتيريا رينج 2 مجال الشرط الثاني بتاعي اهو، الكريتيريا 2 الشرط التاني بتاعي ان هو يبقى مقبول. طب تعالى نخليها المره دي بدل مقبول نخليها مرفوض، بحيث نشوف النتيجه هتطلع ايه. هي كده النتيجه عندي طلعت هنا على طول، بس تعالى نشوف. طلعت 1، وهو هنا فعلا في الجدول دوت قسم علوم ما فيهوش غير واحد بس هو اللي مرفوض. فباختصار كده كاونت افس يعني عد لي بس اللي ينطبق عليه اكتر من شرط، مش بس شرط واحد، لا ده تحقيق كامل. انا قلت له انا عايز اللي اتقبل وفي علوم، ولو كاتب له الملابس بتاعته ايه في الجدول وقلت له عليها هيجيبها لي. فيبقى لو عايز تدور وتلاقي بيانات معينه بشروط معينه من غير ما تتعب نفسك، هات المخبر بتاعنا كاونت افس. ودلوقتي لو الفيديو عجبك ما تسيبش القناه فاضيه زي الخلايا اللي قدامنا ديت، اضغط لايك وشير سبسكرايب، واستنانا في فيديوهات تانية. سلام.